ويلا السي محمد ورينا الفلوس، اضرب لي احسن قيطور وخسر لي عليها شي 20 مليون. هذا الموضوع هذا تيخص لك انت ولد عائله فقيره، العائله واقفه عليك، راه خاصك تصوفي باش تعاونهم. كنتي ماشي عائله مصوفيه، هذا الموضوع ماشي لي. دابا الدراري ملي كيبداو تيضرب ليه واحد المليون جوج، شي صحاب وصل تيبدا يخسر في لي بواط البنات. يلاه انت طوير، يلاه بديتي كتربي الريش. واش معناه ان انت قادر تطير ونسر؟ لا، لان الريش ديالك مستحيل يكبر قدام عائلتك. غتربي جوج ريشات غادي ينتفوهم، خصك تغبر شويه حتى تربي الريش وتقدر تطير. ديك الساعه تقدر ترجع تعاون عائلتك وعاون باك وامك. دابا راك الوالدين ديالك كيضربوا صالير ديال انجيني، ولكن راه كون بقيت مريح حداهم وما نقدرش ندير هادشي. راه داكشي اللي كيشوفوا الناس في الوقيته فاش كتبان وكتعجبهم، راه درتيه في الوقيته فاش كنتي مخبع خدام. الدراري البنات، غندوي لكم على واحد الموضوع مهم، وهذا الموضوع هو السبب ان الدراري اللي كيبداو في الويب كيمشيو في البدايه مزيان تيرجعوا عاوتاني للصفر وكيرجعوا فقراء وما عندهمش، وبالعكس كيرجع حتى مأزم نفسيا، لان خايب تطلع وتعاود تنزل. فهمتي؟ الا طلعتي شويه صافا كدا نزلتي هاني. ودابا نتفاهم معاك شي حوايج تفهمهم، لان شوف راه مستحيل تطلع، نجيك من الاخر، انا مستحيل تطلع الا ما درتيش بهادشي اللي غادي نقول لك. وهذا الشيء هو اللي تيعيش. هذا الموضوع هذا تيخص لك انت ولد عائله متوسطه، الطبقه المتوسطه، ولد عائله فقيره، باك وامك معولين عليك، باك وامك كيتسناوك تقرا لان تيتسناو منك شي حاجه، العائله واقفه عليك، راه خاصك تصوفي باش تعاونهم. هذا هو اللي هاد الناس اللي خصهم هذا الموضوع. كنتي ماشي عائله مصوفيه، باك وامك ما كيتسناوش وكسرا وليتي تبدا هذا الموضوع ماشي يفوت. هاد السطوريات تلاقاونا في ستوريات اخرين في نهار اخر ان شاء الله. هاد السطوريات هادو فهمتي لهاد الفئه هادي ديال فهمتي داك خونا اللي باغي خدام باش يعاون عائلته، باش يصوب با وامو، باش كذا. اللي نقول لك اخويا هو الاحتمال ديال دير هاد اللعبه هادي هي 0.01%، باش فهمتي باش نكون معاك واقعي. لان بزاف كنعرفهم بداو ومشاو مزيان وابخي رجعوا للصفر ورجعوا لسواء من الصفر، واحتمال ديالها ترجع للصفر هو 99.99. علاش وكيفاش ولماذا؟ لان الا عرفنا السبب ممكن نعالجوه، واش نخدموا على المشاكل اللي كتحدث للدراري ونعالجوه. انت اخويا ملي غادي تبدا، كنسميوها احنا في المغرب تيربي الريش، يعني ملي غادي تبدا الله البدايه ديالك بديتي كتصوفي. هاد اللقطه هادي في المغرب راه عندها واحد المفهوم زوين، تيقول لك راه تيربي الريش. ما معنى انها بديتي كتربي الريش؟ يلا انت طوير، يلا بديتي كتربي الريش. واش معناه ان انت قادر تطير وواعر ونسر؟ لا. دابا الدراري ملي كيبداو في الويب تيضرب ليه واحد المليون جوج، كاين اللي كيضرب ليه 5 ديال صحابو وصل، 5 هي كتمشي لها، 5 ما قادرش يشري حتى بارتي من السكن الاقتصادي. تيبدا حتى هو كيبغي يعبر على الحياه، زعما راه حتى هو تمرد على الحياه، وداك التمرد كيمشي تيبدا يخسر في لي بواط، السهرات، الحفلات، البنات، والزيرو ينادي، وتتلقى راسك في التصيصه وخايب. وكتلقى شي خوتنا عاوتاني وصلوا ل10 المليون ما شاريش حتى انت تا بارتيمون في السكن الاقتصادي ديال 25 مليون، باقي ما قدرتيش تخلصها، باقي عاد المحافظه باقي، يعني باقي ما بديتيش، يعني ما خاصكش تحس براسك راه شي حاجه. ولكن للاسف الظروف فاش كتعيش وهذا الشيء لاباس، على حقاش كنعرف بزاف ديال شوفوا الاخوان، صعيب تكون ولد عائله فقيره ولا الطبقه المتوسطه، والطبقه المتوسطه سواء من العائله الفقيره، لان فهمتي غادي تبدا تصوفي شويه وورينا وفينا هي هاد الفلوس، ما شفناش بانت عليك الفلوس. والدراري مساكين كينوضوا تيبغيو يوريو، وملي كتوري كترجع للزيرو، وكلشي هادشي اللي بغى يشوفك زيرو، وانت كتنوض كتبغي توريهم وهاكا كترجع للزيرو وكتولي زيرو وتيتشفاو فيك. اشنا هو القاعده الاساسيه الا باغي تصوفي؟ هو خصك تختفي اخويا، خصك تختفي. بنادم شوف انا دابا الحمد لله واحد الليفل في المغرب نعيش بخير، كلشي كاين، اللي بغيتو كاين، اللي بغيتي كاين، علاقات، فلوس، اللي بغيتي كاين. الحمد لله. فهمتي؟ ممكن نشري شي قصر، عندي الطوموبيلات جاكوار، مازيراتي، فيراري، ما تنسمح في هادشي كامل، كنسمح فيه الاغلبيه العام. كنمشي كنختفي، كنبقى خدام على راسي،
كنبقى خدام على راسي باش نديفلوبي راسي. راه داكشي اللي كيشوفوا الناس في الوقيته باش كتبان وكتعجبهم، راه درتيه في الوقيته باش كنتي مخبع خدام. يعني راه هادشي واحد تلقى عنده بيكالا ما تيبغيش يسمح فيها ويمشي يتغرب وكذا، ماشي تغرب برا بلاد، يقدر تغرب هي بلاد. كنشرح لك الكونسيبت من الاول. خصك تغبر شويه حتى تربي الريش وتقدر تطير. ديك الساعه تقدر ترجع تعاون عائلتك. يقدر انت الا كنت ولد داخل تمشي تكري في عاصيله ما يعرفك حتى واحد وتجلس تضرب تماره وتغبر. يقدر الا كنتي انت ولد طنجه تخبر تجي لكازا تضرب تماره وتغبر وتسكت وتقعد ما يعرفك وفهمتي. اما الا ريحتي عدا عائلتك اسمح لي يا الخوا، اول ريشه تدير تجيبو نتفاهم لك. وماشي تنقول لك عائلتك خايبه، وانما اخويا راه انت اللي خايب اللي مريح حداهم. لان هما اخويا غير شافوا انت راه ممكن يصوفوهما عن طريق، وشافوا ان راه خاص، شافوا ان راه انت ممكن ياخذوا من عندك واحد الحاجه عندك وتياخذوها من عندك باش غادي يستفزوك باش ياخذوها من عندك. وانت صافي انت غادي تستسلم لذاك الاستفزاز ديالهم وتقول امنا بالله صافي غاجي نوريهم. انا نعطيك الاخ واحد المثال، لان انا مغربي عايش في المغرب وعارف شنو كيطرى للشباب وشنو كيدوز عليهم. واحد المثال، واحد النهار مات واحد الخال ديالي الله يرحمه، مات مسكين. هو يجي واحد خال الوالده اللي حتى هو الله يرحمه، عرفتي اش قال لي هاد خال الوالده بحال هكا، ويلا السي محمد ورينا دابا الفلوس ما الفلوس، اضرب لي احسن قيطون ودير لي احسن جنازه وخسر لي عليها شي 20 ولا 30 مليون. درت فيه بحال هكا وزدت في حالي ما رجعتش للدار كاع، فهمتي. ايوا معلم راه شتي الا بانت عليك الفلوس كون مشيت تبعت الهضره ديال هاد خال الوالده ديال ايوا هنا فين كيبانوا الفلوس على مولاهم في الجنازه، ضرب لي احسن قيطون وعطي لي الناس وريني. اخويا انا فقير حمار خليني. بزاف الناس هذا اكزومبل في المغرب في الثقافه المغربيه. انت باغي تشري طوموبيله باش تبان على ولاد الجيران والحومه ديالكم. الحومه ديالكم ما كايناش في العالم. غتكبر غتمشي غتخوي. واش انا بقيت رجعت لدواريزي ما بقيتش رجعت، كنرجع مره في 5 سنين تنمشي شي نهار تمايا. راه تتكبر صافي تتفوت. انت باقي بنت الحومه ولد الحومه. دابا مثلا تسول شي واحد واصل على شنو هي المشاكل اللي عندك، انا جيت تعاوني الا لقيتي اليوم ما تعاون فيا. عندي مشاكل ديال لوجيستيك، طيارات، كيفاش نطيح الثمن في الطياره، كيفاش نبدا نكري ديلين جداد من دوله لدوله، كيفاش نسني دي كونطرا مع شركات ديال الطيران من هنا لهنايا بثمن قل، كيفاش نلقى هذوك الناس اللي سالين دي كونطرا قبل مني نستعمل الفوليم. هادو هما المشاكل اللي كنعيش. دابا ملي كتكون صغير، وانا ملي كنت صغير كان عندي المشكل مع ولد دريبتنا هذاك، عندي معاه مشكل، وبنت الدريبه عندي معاه مشكل، وخونا واحد الصديق ديالنا حتى هو راه عزيز عليا وخالتي، فهمتي، باش فهمتي نسترجعوا الطفوله شويه. عندي مشكل مع بوسنه، فهمتي، بوسنه اللي ساكن من ورانا عندي معاه مشكل. بوسنه كبير الله يسهل عليه، وانا كبير الله يسهل عليا، فهمتي. نرجع لك للخلاصه باش هذا الفيديو هذا نحاولوا ما يفوتش 10 دقائق. الخلاصه عمي الحاج، خصك عمي الحاج، زعما راه انت تصرفت انك كبر مني ولا تصغر مني نسميك عمي الحاج. خلاصه عمي الحاج، خصك تغبر، خصك تضرب وجهك، لان الريش ديالك مستحيل يكبر قدام عائلتك وصحابك، مستحيل يكبر الريش ديالك. غتربي جوج ريشات غادي ينتفوهم لدين امك من الاخر. شنو هي اللي من السابعان هي هذه اللي قلت لك دابا، غادي يكبروا لك جوج ريشات غادي ينتفوهم لك، وبالتالي انت خصك تغبر، خاصك تبعد وتبقى خدام 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 حتى تربي الريش مزيان. عاد شي بدا تعاون داركم وعاود غبر عاوتاني وخدام خدام 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 وعاون باك وامك، فهمتي، شهريا ما عرفتش دبر راسك. انا تنعاون شهريا، تعاون اسبوعيا كذا باش كل واحد، باش ما قدرتش وباش كنت كنعاونهم في 2010 ماشي باش كنعاونهم دابا. راك الوالدين ديالي كيضربوا صالير ديال انجينيور من الاخر، فهمتي، ما تيخدموا ما والو مرتاحين، كيضربوا صالير ديال انجينيور في هذا البلد، لا تيضربوا صالير احسن من انجينيور باش نجيب من الاخر. هادشي علاش كنخدموا على والدينا. ولكن راه كون بقيت مريح حداهم وما نقدرش ندير هادشي، علما ان الوالد ديالي الحمد لله كنت كنقول له ملي كنت الله باجي والوالد واش محتاج، كيقول لي لا ولدي انا ملي كنت صغير تنتفت ما بغيتكش انت تنتف، انا ولدي الا لقيتي باش طير يطير، والحمد لله. يعني عاوتاني ما تستعملش هذا المثال تمشي عند باك تلومو كذا، المشكل فيك انت، تقول لي انا كتنتفوني كذا.
المشكل فيك انت، خاصك تطرق وجهك، خاصك تطرق وجهك وتخبر من المحيط اللي انت فيه. تا تربي الريش، خدم 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 تربي الريش. انا نعطيك مثال كنعيشوه. فرعون وبرقل فين رجعوا؟ فين كانوا فرعون؟ ولد درب كبير، مشى خدم 3 شهور 76 يوم، رجع عنده 5 المليون كاش، وعنده شويه ديال الفلوس في الارض، وعنده كذا. المهم باتي غادي الحمد لله. وعندك برقل ولد واحد الكاريان في بوسكوره. راه الوسط الدراري خطير، الدراري لانهم عاشوا ايامات في الطايلوند. انا بغيتهم يرجعوا للمغرب باش يعرفوا واش، لان شي واحد الوقيته كتجيهم الطايلوند عاديه مع نعسوا ناضوا لقاو راسهم في الطايلوند، ما خدموا عليها، ما شقاو عليها، ما كدا، فهمتي. انا نقول لهادو خصهم يرجعوا للمغرب، دوزوا رمضان مع والديكم ويحن الله، ديك الساعه قرروا ترجعوا ولا ما ترجعوش. اش كيقول لي في درب كبير تيجي بنادم تيخبط عليا الباب.